السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي، هنعمل النهاردة رغيف عيش محترم كده، سهل وبسيط وسريع. معنا 3 كوبايات من الدقيق، معانا معلقة خميرة كبيرة جافة، معانا نص معلقة من الملح، معانا كمان معلقة زبدة ومعلقة زيت زيتون. ممكن تخليها زيت بس، ممكن تخليها زبدة بس براحتك. معانا 5 6 فصوص توم مهروسين مشويين. معانا ايه تاني؟ معانا ايه تاني؟ معانا من كوبايه لكوبايه وربع ميه على حسب الدقيق ما ياخد مع حضرتك. ماشي. تمام. طبعا العجينه ما فيهاش سكر، ملوش لازمه السكر. طيب انا النهارده ده جزء من العزومه، وقولوا لي ان كنتوا عايزين اكمل لكم بقيه العزومه. كان في عزومه بسيطه كده، انزلها لكم بقيتها بكره، فقولوا لي او يعني ان شاء الله باذن الله. تمام. وهشارك معاكم جزء من العزومه، اطباق شكلها ظريف كده. قولوا لي ايه رايكم في الشكل. وهعجن العيش ده. طيب الرغيف العيش ده انا هقدمه مع ايه؟ مع اللحمه. متعودين دايما في العزايم يعملوا ايه؟ عرق الروستو او اللحمه البارده زي ما بتسموها. بيقدموها مع الرز والصوص، وغالبا كمان بيقدموها مع البطاطس البوريه. والاتنين بصراحه الواحد اتطعم منهم بزياده وزهق منهم بزياده، فحبيت ان انا اقدم جزء منها من اللحمه دي مع العيش ده. تمام. قولوا لي برضو ايه رأيكم في الموضوع. وايه بعد ما لمينا العجينة بتاعتنا بالمية والملح والخميرة، حطينا التوم المشوي. والتوم المشوي يا جماعة بيبقى طعمه حلو، في غير التوم الني بيبقى صعب قوي. فطبعا أذواق، انتوا يعني كل واحد حر، الأكل ده وجهات نظر. وحطينا معلقة الزبدة ومعلقة زيت الزيتون، عجينة ناعمة وجميلة وطعمها حلو جدا جدا. وكمان حطينا معلقتين من الزعتر. الزعتر اللي عامل زي الدقة، الزعتر اللبناني او الحلبي او مش عارفه بيسموه ايه، اللي هو فيه سمسم وفيه شويه تشكيله بهارات جميله كده. حطيت معلقتين. تمام. والعجينه خلاص انا كده عجنتها، سيبها تخمر وهتعامل معاها، هخبزها عادي وهقدمها مع اللحمه. تمام. مستنيه طبعا تعليقاتكم وكلامكم، وقولوا لي انتوا ايه رايكم. هل عجبكم اكلي ولا لا؟ هل ايه الوصفات اللي انتوا ممكن تحبوها او تفضلوها، او اللي عايزينها برضو قولوا لي في التعليقات ايه اللي عايزينه. لان الفيديوهات دي انا بقدمها لحضراتكم، فبتمنى منكم تقولوا لي انتوا عايزين تشوفوا ايه من الوصفات، او ايه اللي بيعجبكم. وبشكركم جدا جدا على كلامكم وعلى ذوقكم. واتمنى ان انتوا تشاهدوا الفيديو، اتمنى ان انتوا تشيروه، واتمنى تقولوا لي عايزين بقية العزومة ولا لا. تمام تمام حبايب نصرة. وطبعا ببقى عايزة اعمل العزومة كلها واصورها، لكن الموضوع بيبقى صعب، الناس بتبقى في البيت، والواحد حتى لما بيجي يصور اكلة بيبقى محرج، ومش معقول كل اكلة او طبق هطلعه بستأذنهم ان انا اصوره. بيبقى الموضوع بصراحة يعني مش احلى حاجة. تمام. ادي العجينة بتاعتنا اللي بقت زي الزبدة الجميلة. وهوريكم بقى بعض الاطباق. طبعا الكفتة المشوية 10 دقايق بس في الفرن على نار عالية يا جماعة عشان تبقى طرية. وطبعا العيش انا قدمته مع اللحمة بالطريقة ديت. جرنشت الطبق بقى على السريع كده، على السريع وهم واقفين حواليا. وادي الطبق التاني اللي برضو فيه اللحمة، اللي هو كالمعتاد الرز مع اللحمة. كنت احط صوص او هعمل اي منظر كده، ملحقتش. واشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم.